هذا هو الفن، الانطلاقه ديالو. والكلمه كتبقى هي الساس كيف قلتي. سامي، بالاضافه للكلمه فن الراي جديد ولا نقولوا العصري كيهتم حتى اكثر يعني، ولا كيهتم ايضا بالموسيقى وبالتوزيع. شنو الاضافات الجديده في فن الراي اليوم؟ الحمد لله كما كيعرفوا الجمهور كامل في العالم كله، في المغرب بارتو، الحمد لله حنا شدينا الراي، نقيناها من ناحيه الاكلام الالحان، عطينا واحد الصبغه عالميه، يعني خدمنا بايقاعات عالميه، ودرنا دي سيجي اللي يقدروا يدخلوا كاع الديور يسمعوا الناس مع وليداتهم، الخوت مع خوتهم، يعني شي حاجه في الكلمه نقيه. وهذا الشيء كان من زمان يعني؟ هادشي لا، هادشي كان من زمان، مي كما قال سي ميمون كان ديجا شي وحدين كما قالوا كانوا ديجا قالوا. ولكن انا بغيت نعرف شنو اللي تزاد في الموسيقى وفي التوزيع الموسيقي. اكيد الكلمه مهمه في فن الراي كانت ولا زالت، لكن في التوزيع الموسيقي وفي الموسيقى شنو هي الاضافه العصريه اللي زدتوا اليوم؟ الاضافه العصريه ولينا كنتقربوا مع هذا الجيل اللي طالع، يعني كتخدم لي ريتم اللي كيتجداد، التوزيع الموسيقي والماسترينغ، ما بقاش بحال شحال هذه، يعني كتسمع له الصون صغير. دابا الحمد لله الصون لا كبير، ولينا كنحاولوا نسجلوا في استديوهات يعني بروفيسيونيل. ورجعنا للحاله كما كان الاستاذ ميمون ورشيد بالرياح، وكاين بعض الاساتذه اللي الى يسمحوا لنا بهذا المنبر ما ذكرناش الاسماء ديالهم، مي كانوا اساتذه كيخدموا اللايف الراي، كان كيتخدم لايف، دابا ولا رجع لذاك اللايف اللي ولا له دابا ذاك ولينا كنخدموه لايف، مي بطريقه كنديروا له ماسترينغ باش كيتسمع له الصون كبير على زمان. وغادي نسمعوا واحد اللايف الان غادي يجمعكم بجوج. حالة البدوي كيدخل للمدينه يتحضر، دابا تحضر هذا هو حال الراي. كان بهذا الثلاثي، كان القلار والقصبه والكلمه، درك ولا تحضر بهذه الالات الجديده، وراه كيتحضر لانه هو فن كوني. هذا الراي فن كوني، وداك الشيء علاش خصصنا ليه حلقه خاصه شاب ميمون الوجدي. وغادي نبقاو الان مع وحده من روائعك غادي تقدموها لنا اون ديو مع الشاب سامي راي، شطن خاطري والشاب ميمون الوجدي.